مستمعي هذه FM الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. الجندرمة التركية تقتل امرأة في سريكانية أثناء محاولتها عبور الحدود. قوات الأسايش تخلي سبيل 48 مواطنا من أهالي تل أبيض. تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على بلدة طعانة قرب المدينة الصناعية بحلب. حكم بسجن 5 أشخاص في الكويت لتمويل تنظيم الدولة الإسلامية. إلى التفاصيل. قتلت امرأة أمس الأحد على الحدود السورية التركية في منطقة سريكانية رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا أثناء محاولتها عبور الحدود بطريقة غير شرعية. وبحسب قوات الأسايش في مدينة سريكانية فإن الجندرمة التركية أقدمت على قتل امرأة على الخط الحدودي أثناء توجهها إلى تركيا بالرصاص الحي، فيما أفادت هيئة الكشف، الطبيب الشرعي ومكتب التحقيق والنيابة العامة أن المغدورة صالحة العجرم في العقد الثالث من عمرها قد فقدت حياتها نتيجة النزيف الحاد بعد إصابتها بالطلق الناري. أخلت قوات الأسايش خلال 48 ساعة الماضية عن سبيل 48 معتقلا من أهالي تل أبيض تم توقيفهم بتهمة التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش بعد تحرير المدينة. وحسب مصدر من داخل مدينة جريس بي تل أبيض أن أغلب الذين تم اعتقالهم كانوا على صلة بتنظيم داعش، وسيتم الإفراج عن هؤلاء إن ثبت أنهم لم يرتكبوا أي جرائم ضد أهالي المدينة. وأضاف المصدر أن خلايا تنظيم داعش لا تزال تنشط في القرى ليلا، يقومون بزرع الألغام على الطرقات لاستهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب والأهالي وخلق حالة لا استقرار في تل أبيض وريفها. فاجأ عناصر تنظيم الدولة الإسلامية منتصف الليلة الماضية قوات النظام بهجوم عنيف على مواقع قوات النظام على أطراف المدينة الصناعية شرقي مدينة حلب شمال سوريا. وقالت مصادر أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية تمكنوا فجر اليوم الاثنين من اقتحام منطقة الطعانة المحاذية للمدينة الصناعية من الجهة الشرقية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي انسحبت نحو المدينة الصناعية. قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن 5 أشخاص لمدة 10 سنوات لكل منهم لإدانتهم بجمع تبرعات للمسلحين في تنظيم الدولة الإسلامية. ويظهر الحكم المحكمة أن 3 من المحكوم عليهم مواطنون كويتيون. وقضت المحكمة بترحيل المتهمين الآخرين الأجنبيان عقب قضاء مدة الحبس، ولم يكشف عن جنسيتهما. كما قضت المحكمة ببراءة 2 آخرين ووضع متهمين في القضية ذاتها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. وكان الرجال ال5 قد اتهموا بجمع 400,000 دينار كويتي مليون و300 دولار ونقله إلى التنظيم، وقد أقروا بذلك خلال المحاكمة. مستمعي هذه FM الأعزاء، إلى هنا تنتهي النشرة الموجزة. طابت أوقاتكم وشكرا لاستماعكم.